السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة اللي دايما كده بتسعد قلوبنا. ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة الغالية اللي انتوا بتدوها لنا. بحب افكر حضراتكم دايما ان احنا بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وكمان بنستنى منكم تكتبوا لنا في كومنتاتكم الجميله ارائكم اللي بتسعد قلوبنا في الوصفات اللي احنا بننزلها عندنا على القناه. وكمان لو تقترحوا علينا اسامي وصفات جديده نقدر نطبقها سوا مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع باذن الله. النهارده بقى معانا فيديو سهل جدا، بسيط جدا، خفيف على القلب، ان شاء الله يكون اقتصادي جدا جدا جدا. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف النهارده هنعمل ايه. النهارده معانا هنعمل صينيه مكرونه بشاميل من غير لحمه ولا فراخ، اقتصاديه. هو مش لغز ولا حاجه، بس هي فعلا هتبقى بطريقه حلوه جدا وبحشوه كمان جديده. زي ما انتم شايفين كده معانا 3 حبات من الفلفل، قطعناهم تقطيع مكعبات كبيره مش صغيره، علشان انا عايز الحشوه بتاعتي تكون باينه في المكرونه. وكمان هنا بقول لكم جت المرحله اللي انا ما بحبهاش، مرحله تقطيع البصل. جبت بصلايه عندي كبيره مش صغيره ولا متوسطه الحجم وقطعتها مكعبات كبيره برضو زي ما حضراتكم هتشوفوا كده باذن الله. المكرونه النهارده بتاعتنا هنحط معاها مشروم. المشروم من الحاجات الحلوه جدا المفيده جدا. هو اي نعم مش غالي، اي نعم سوري، اي نعم مش رخيص، بس مش غالي زي اللحمه والفراخ طبعا، اللي احنا الاسعار اللي بنسمعها دلوقتي اسعار خياليه. فاحنا بنحاول نعمل الاكل بطريقه حلوه، وكمان بتكون باقل التكاليف ان شاء الله باذن الله. انا مش عارف انا رحت فين. تقريبا هنا كنت بلف الكاميرا عشان اوري حضراتكم. جبت هنا عندي طاسه على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه، وهستنى عليها لحد ما تسخن شويه. وجبت هنا عندي في الحله التانية ديت جبت لتر ونص من الحليب. بس اكون صريح مع حضراتكم، انا مش حطيته حليب صافي. احنا قلنا الوصفه بتاعتنا هتكون ان شاء الله اقتصاديه. حطيت لتر واحد من الحليب وزودت عليه النص لتر من الميه. تمام. نزلت بعد كده عندي بيه 4 معالق كبار من النشا، معاهم 3 معالق كبار من الدقيق. وقلبتهم زي ما انتم شايفين كده. ودي اخف واسهل طريقه ممكن تعملوا بيها بشاميل، بتبقى خفيفه جدا مش دسمه. احسن ما نقعد نحمر في الدقيق ويكلكع مننا والكلام ده كله. لا، الطريقه دي سهله وبسيطه واعتمدوها. ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح. وانا شخصيا ذوقي الشخصي بحب طعم الفلفل الاسود في البشاميل. اللي مش عايز بلاش يحط فلفل ابيض او ملح بس. تمام. وممكن كمان تحطوا رشه جوز الطيب، بتفرق قوي في البشاميل كمان. طبعا ممكن نحط مايونيز، ممكن نحط جبنه، بس احنا قلنا احنا عايزين الموضوع يبقى اقتصادي وكمان طعمه حلو، فايه يعني نكتفي بدول. هنا عندي بقى هقلب عندي في البصلايه بتاعتي لحد ما تاخد لون بسيط جدا، يعني يكاد يكون مش هيبان اصلا. او نقول افضل ان احنا البصله بتاعتنا تدبل بس مش هنديها لون. تمام. عشان انا عايز احس بطعم البصل في الخلطه بتاعتنا النهارده. هدا نقلب فيها زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما تدبل معايا. وبعد كده هننزل زي ما هتشوفوا دلوقتي بالفلفل عشان كمان هو يدبل شويه معانا. البشاميل بتاعنا يا جماعه ناخد بالنا واحنا بنعمله، ما نسيبوش ونمشي، نفضل واقفين قدامه عشان نقلب فيه كل شويه عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده. هروح دلوقتي تقريبا يعني او في الوقت ده هنروح نجيب الفلفل عشان نحطه على البصل. اهو زي ما انتم شايفين كده. في ناس هنا ممكن تضيف توم، انا ما بحبش طعم التوم في البشاميل، اللي عايز يضيف براحته. الاكل يا جماعه اذواق. انا ممكن اعمل اكله غيري يعملها بنفس المقادير وبنفس كل حاجه وتطلع طعم تاني خالص وشكل تاني خالص. هي بترجع للنفس، وكمان المقادير بقى المكونات اللي احنا بنحطها في الاكل. تمام. هو اذواق، فكل واحد يحط اللي يحبه. فانا مش هحط توم. بعد كده جبت عندي مشروم. المشروم بتاعي النهارده معلب. انا جبته غسلته كويس جدا من الماده الحافظه اللي فيه، وبعد كده صفيته. اول ما صفيته نزلت عندي بيه على البصل والفلفل زي ما انتم شايفين كده. بس ناخد بالنا لما نجيب المشروب المعلب نغسله كويس عشان بيبقى فيه فعلا ماده حافظه. وبعد كده بقى البهارات اللي انا حطيتها، حطيت ملح، فلفل اسود، حطيت بابريكا مدخنه، حطيت كزبره، حطيت لو عايزين شطه ممكن تحطوا، وحطيت سنه من القرفه، وحطيت مكعب مرق فراخ. تمام كده. اللي عايز يزود بهارات لحمه او بهارات فراخ يحط، بس انا اكتفيت بدول علشان انا مش عايز بهارات كتير في الوصفه بتاعتنا النهارده. وعايز اقول لكم والله العظيم 3 مش تشكير في نفسي خالص، كانت ريحتها فظيعه وطعمها اكني بالظبط حاطط فراخ او لحمه. فجربوها وان شاء الله تعجبكم. ممكن نستغنى عن المشروم ونحط خضار مع البصل والفلفل زي بسله، جزر، فاصوليا، اللي انتوا عايزينه حطوه.
على فكرة هتبقى حلوة جدا جدا جدا، ممكن ندخل معاها كمان فلفل الوان لو احنا مستخدمين المشروم وعايزينها تبقى اقتصادية اكتر. فاللي انتوا عايزينه حطوه في الحشوة دي، واعتمدوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كنت عمال اقلب في البشاميل عشان ما ما يتخنش مننا. وهنا كان استوى معايا، وانا بسيب البشاميل بتاعي يغلي ياخد غلوه بس عشان ما احس مش هحس بطعم النشا، وكمان طعم الدقيق يكون ني. هنا كنت بوري حضراتكم الخلطه بتاعتنا كانت شكلها وريحتها فظيعين. جبت عندي هنا حله حطيتها على النار، حطيت فيها ميه تغلي، وحط معلقه من الزيت ومعلقه من الملح عقبال ما تغلي عشان انزل فيها بالمكرونه بتاعتنا. هنا كانت المكرونه عندي، الميه عندي غليت، وهنزل عندي بالمكرونه. بص بقى الحته الجامده دي انا ما حطيتش عندي مكرونه فرن، حطيت عندي مكرونه كانت عندي في البيت، مكرونه اللي هي حلقات، وكمان حطيت معاها شويه مكرونه اسباجيتي. والمقصود من الفيديو بقى النهارده ان احنا اللي عندنا نمشي بيه يا جماعه، مش شرط عشان ما فيش مكرونه قلم يبقى ما نعملش ايه الوصفه بتاعتنا. هنا كانت واحده وقعت عندي على البوتاجاز، قلت لكم مش هسيبها الحاجه غليت لازم نحط كل حاجه وما نهدرش في المكونات بتاعتنا. هجيب عندي بقى هنا بوله، هنزل فيها بنص من كميه المكرونه. وانا المكرونه بتاعتي النهارده ما شطفتهاش او ما غسلتهاش بعد ما نزلتها من على النار، يا دوبك صفيت منها الميه ونزلت بيها زي ما انتم شايفين كده سخنه جدا. ودي بقى اللي عايز المكرونه البشاميل بتاعتنا تطلع القطعه بقطعتها مش مفرفطه مننا، يعمل الطريقه كده، ما ينزلش عليها ميه او ما يغسلهاش بعد ما تنزل من على النار. انا بحب جدا اعمل الخطوه دي. بحط في الجزء اللي تحت 3 كبشات من البشاميل ومعلقه من الفلفل الاسود والملح، لان بحس ان الجزء التحتاني ده بيتظلم الصراحه في الصينيه، ما بيوصلوش بشاميل. وهنزل عندي بالجزء الاولاني زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنزل بالحشوه بتاعتي في النص كلها، وهعمل نفس الخطوه تاني، هكرر نفس الخطوه تاني واحطها في الجزء الفوقاني. اوكي زي ما انتم شايفين كده. والخطوه اللي بعد كده لما هنضيف بقى البشاميل بتاعنا كله من فوق الوش، عايز اقول لكم بتبقى غرقانه كده بشاميل، بتبقى فظيعه. تمام. ممكن نحط بقى الخطوه اللي جايه اللي انا هحط فيها الجبنه الموتزاريلا دي، ممكن تبقى اختياري، اللي مش عنده ما يحطش. انا بس حطيتها لانها كانت عندي في التلاجة. لو مفيش مش هنحط ومش هتأثر عادي عندنا في الوصفة، يعني هي بس بتديني شكل حلو من فوق الوش. لو مفيش احنا كنا زمان ما كناش بنحط لا جبنة موتزاريلا ولا الكلام ده، وكانت الصواني عندنا بتطلع زي الفل. هنا كنت بقول لحضراتكم ما تسيبوش اي حاجة في الطبق علشان ما نهدرش في المكونات زي ما انتم شايفين. عفوا. نزلت عندي بقى دلوقتي بالجزء الباقي من البشاميل، آم، وغرقتها زي ما انتم شايفين كده، وهي عندي كل حاجه اصلا مستويه، فهي مش هتاخد وقت اساسا في الفرن، هي يا دوبك 10 دقايق هنطلعها تبقى زي الفل. هولع عندي فوق وتحت، هحطها في رف في النص درجه حراره 200. تمام، يعني هولع شوايه والفرن. هنا كنت فضيت الجزء بتاع البشاميل كله، وهنحط دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الجبنه الموتزاريلا، وقلنا لو مفيش بلاش. وهدخلها عندي فرن درجه حراره 200، رف اوسط، هولع فوق وتحت، ما بتاخدش 10 دقايق وبتطلع زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. وكانت طالعه والله يا جماعه ريحتها فظيعه وطعمها ولا اروع. مش انا اللي بقول كده، الناس اللي اكلت منها طبعا شكرت فيها جدا، هم اخواتي طبعا، فعجبتهم جدا. وكمان ان شاء الله انتوا جربوها وهتعجبكم باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده طلعت عندي، ممكن نقطعها في المرحله دي او نستنى عليها شويه عشان تطلع القطعه بقطعتها. ولو جربتوها وعجبتكم ما تنسوناش بالدعم واللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الله، واشوفكم على خير، ومع الف 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 سلامه. مع السلامه.